سلام البنات، وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في هاد لا فيديو. سامحوني البنات على بالي طولت عليكم وغيبتها يعني مدة طويلة. مي كانت عندي ظروف وكان عندي يعني مشكل في لاشين. الحمد لله راني عدلته وان شاء الله نرجعوا بقوة. نحتاج غير دعمكم يا البنات، ان شاء الله تبارطاجيو لو ماكسيموم هاد لاشين هكذا باش تعم الفائدة وان شاء الله تحفزوني باش نمد يعني وصفات وما نبخلكمش ان شاء الله. البنات اليوم جيتكم بوصفة هايلة اللي هي طمينة اللوز الفورية وفيها عدة أنواع. اليوم بديتكم بالنوع الأول اللي هو طمينة اللؤلؤة. هي وصفة سهلة يا البنات وبريزونطابل وباهية وسهلة، يعني صدقوني يعني المبتدئة تحضرها يعني بأريحية. نبداو البنات. عندنا في المقادير 2 كيلات لوز غبرة نوعية جيدة أيضا. عندنا كيلو سكر ناعم، ملعقة صغيرة فاني، ملعقة صغيرة زبدة طرية. عندنا ذوق البيستاش باتاغون، وعندنا سيرو اللي نلمو به هاد الطمينة اللي هو سيرو يتكون من كاس سكر 2 كيسان ماء. بعد الغليان نطفيو عليهم البنات ونخليوهم يبرد، لازم يبرد تماما. نجيو لهنا البنات نخلطوا السكر تاعنا، نحطوا السكر تاعنا مع اللوز مع لافاني كما راكم تشوفوا. انا درت الكيله تاعي صغيره، نخلطوا مليح ونجيو لهنا نلمو البنات بالسيرو تاعنا اللي كنا لازم نحضروه قبل بليله باش يبرد. ما نقدروش نحضروه هو جوست لشتت دافي برك، لا لازم يبرد تماما. ونجيو نلمو اللوز نتاعنا غير بشويه باسكو على بالنا بلي السكر يذوب يتلم، يبا من يجري ليه يعني يتلم يذوب تمتم راح يتلم اللوز تاعنا، يبا لازم نحطو غير بشويه السيرو ونلمو بلا بدون عجن. نعاود نذكركم هذا النوع الاول اللي جيتكم به اليوم، هذه الطمينه، هذه الطمينه الفوريه اللي نخرجوا منها عده انواع. النوع الاول اللي اليوم جيتكم به هي طمينه اللؤلؤه. بعد ما لمينا العجينه نتاعنا كما راكم تشوفوا، ما نديروهاش ناشفه بزاف، نديروها طريه، نضيفوا لها ديك الملعقه الصغيره تاع الزبده. بون في الكيلو البنات تاع اللوز نديرو ملعقه كبيره تاع زبده. بعد ما لميناها ندخلو هذيك الزبده ونخليوها نغلفوها ونخليوها ترتاح العجينه مده يعني معينه. ونجيب لهنا البنات نكهو هذيك العجينه تاعنا تاع اللوز. حنا نكناها بلا باتامونت سامحوني بلا باتاغون تاع البيستاش، راه يتباع بلا دوز كما راكم تشوفوا. ونجيو جوست ندخلوها غير بالاصابع كما راكم تشوفوا فيا، ما استعملتش كف اليد، راني غير بالاصابع حتى نشوفوا هذاك اللون المنكه، يعني الباتاغون مشات في اللوز كامل كما راكم تشوفوا. غير بالاصبع راكم تشوفوا الصوره يعني واضحه، حتى نشوفوا اللون يعني تحصلنا على لون اللي باهي يكون فيغ بيستاش مليح كيما راكم تشوفوا. نقدروا نديروا الاذواق الاخرين البنات، نقدروا نديروا البنان، الكو تاع البنان تجي في الجون، يقدروا نديروا الكو تاع الخوخ تجي في الاورانجي، تجي باهيه. جميع الانواع في هذه الطمينه تاع طمينه اللؤلؤات تجي كامل باهيه كيما راكم تشوفوا. خليناها ارتاحت، نجيو لهنا نحلوها البنات، نحلوها السمك يعني سنتيمتر ونصف، يعني تكون عاليه شويه هابطه شويه على طمينه اللوز. ليسونسيال لازم تكون شويه عاليه باسكو هذه القاعده تاع الحبه تاع الكاطو نتاعنا كيما راكم تشوفوا. دوك تشوفوا العلو نتاعها، ما نديروهاش واطيه رقيقه، يعني نديروها عاليه حكم راحه. ونستعملوا هذا المول تاع التخافل، نظن كامل استعملتوه في حلويات خلاف وراه متوفر كيما راكم تشوفوا. نطبعوا كامل العجينه اللي عندنا بهاد المول، وديما لازم نخرجوا الحبه يعني مستويه باسكو القاعده لازم تكون متحوفه. يبقى لازم ديما نقلبوا المول ونخبطوا جوست بكف اليد برك، جوست بالكف تاع اليد راح تخرج الحبه فاسيلمون، يعني بلا ما تتشوه كيما نقولوا. جوست بكف اليد نخبطوا كما راكم تشوفوا، تخرج كيما راهي ما تتشوهش، يعني ما تجيش فيها البصمه تاع اليد. نحطوها في صحن ونغطيوها، لازم نغطيوها باش ما تنشفش. والعجينه اللي بقات عندنا
نجيو نحلوها شويه هكذا رقيقه، ماهيش رقيقه بزاف، رقيقه يعني ماهيش كيما القاعده. ونجيو نستعملو هادو ليمون تاع الريش، كاين الكبير والمتوسط والصغير. انا الكبير جاني كبير في عيني، والكبير ربي سبحانه، استعملت المتوسط. نطبعوا ريشات كما راكم تشوفوا البنات بالمول المتوسط تاع الريشه. نطبعوا ريش باسكو من بعد دوك تفهموا علاه نديروا ريش. سامحوني، باسكو في كل قاعده لازم 3 حبات تاع ريشات، 3 ريشات و3 ديبول. دوك تشوفوا الكويرات اللي نزيدو نكوروهم من نفس العجينه تانية كما راكم تشوفوا. في كل حبه لازم 3 تاع ريشات و3 هاد الكويرات. الكويره نوزنوها على وزن 4 غرام. فهمتوني البنات؟ كل قاعده لازم لها 3 ريشات و3 هذوك الكويرات. الكويره الوزن تاعها 4 غرامات كما راكم تشوفوا. ونجيو لهنا لطريقه التزيين، يعني سهله دوك راح تشوفوا الحبه تفهموا كيفاش رانا حنخدموا. نستعملوا الفضيات هادو الكبار للتزيين والفضيات الصغار يعني والغراء اللي لصقوا به اللي ديما نقول لكم طيلوز مع الماء. نجيو لهنا والسيرو هذاك اللي لمينا به، نجيو ندهنوا غير كف اليد ونكف وندهنوا هذيك الحبيبه ونحطوه في هذيك الفضيات كما راكم تشوفوا البنات. بعدها لازم هاد الخطوه ضروريه البنات، لازم نمسحوا يدينا من هذاك السيرو اللي دهنا بهم الحبيبات، ونجيو نديروا هاد الخطوه. لازم نزيدوا نكوروها في يدينا باش هذيك الحبه ما تبقاش هذوك الفضيات متناثرين يعني فيها. نعطيوها هاد البرمه في اليد باش تجي مستويه، وهذوك الفضيات ما يبقاوش يتناثروا، ما يبقاوش يطيروا كما نقولوا. كما راكم تشوفوا راهم واضحين في الصوره. فوالا البنات الحبه نظن هكا فهمتوني كيفاش الخدمه نتاعها. راهي ساهله يا البنات وباهيه، سورتو كي تلعبوا في لي كولور حاجه باهيه بالبزاف. تدهنوا هذيك القاعدات الحبه اللي طبعناها، تزيدوا تحطوا هذوك الكويرات بالغراء، ديما نقولوا الغراء، نحطوا الغراء. ونجيو للحبات تاع الريشات هذوك اللي طبعناهم بين الكويره والكويره. نديروا الكويره، كل كويره تحضن الريشه، كل ريشه تحضن الكويره نتاعها. بين الكويره والكويره ندخلوا ونديروها تحضن الكويره نتاعها. فهمتوني البنات؟ فوالا كما راكم تشوفوا نظن الصوره راهي واضحه. ونحكموا مليح، متخافوش من بعد راهي تتلم، نقيسها غير شويه هو راح تنشف وتلم، يعني تتحكم كل شيء يحكم في بعضها باسكو استعملنا الغراء. ونحطوا هذيك كديكور باهي، نكملوا البهان نتاعو بهذيك الفضيه الكبيره. وهذه الحلوه نتاعنا البنات، سهله طمينه سهله. وما راح نكمل معاكم الانواع الاخرين اللي بقاو هايلين كامل، جايين ساهلين كيما هكذا. وحاجه واحده انكم ديما ترجعوا لاباط كيفاش نبلوها لا فيديو هذا. بعد ندير لكم غير الوصفه التشكيل فقط، التشكيل تاع الموديل تاع طمينه اللوز الفوريه. فهمتوني البنات؟ الطريقه راهي سهله كما راكم تشوفوا. تبعوا لا فيديو، تبعوا الخطوات، راح تنجحوا باذن الله. اي مبتدئه يعني راح تقدر تدير هذه الوصفه يعني عادي جدا. فوالا البنات هذه الحلوه نتاعنا، ان شاء الله تكون تنال اعجابكم. هذه نهايه الحلوه نتاعنا البنات، ان شاء الله تنال اعجابكم البنات وتجربوها وتخليوا لي تعليقاتكم في لي كومونتير. والسلام البنات، في فيديو اخر ان شاء الله في انواع اخرى ان شاء الله.